يا جماعة الخير، فيه ظاهرة بدأت تنتشر الفترة الأخيرة، وللأسف كثير من الناس وقعوا فيها. أصدقاء لي وحتى كتبت تغريدة قبل شوي والمنشن كمية كبيرة من الناس وقعت في نفس المشكلة. المشكلة أنك أنت بحسن نية تطيح فيها ما تدري. أحيانا وأنت تسوق يجيك واحد يحك السيارة من وراء يصدمك دقشة خفيفة، فتنزل يبدأ يترجى فيك تكفى وسهلة، وأنت في خاطرك تقول أنا ما بي ناجم ولا بي أطول الموضوع، موضوع مو مستاهل، خله يعوضنا الله، فتتنازل عنه وتمشي. اللي يصير أن هذول الناس بعد ما تحرك أنت يتصلون على المرور أو نجم يسجلون عليك أنك أنت صدمتهم وبلاغ هروب. ففي الحالة هذه تصبح أنت المخطئ وهارب، وراح تعوضهم مبالغ كبيرة. فوش تسوي؟ المطلوب منك يا طويل العمر أو منك يا أختي الكريمة، إذا قررتوا تسامحون لوجه الله أو الأمر ما يستاهل، دقوا على نجم يجي يسجل الحادث كتسجيل بس، وقولوا إحنا متنازلين، لأنك أنت كذا بتضمن حقك 100%، ولا راح يتجرى يشتكي. لو اشتكى هو المخطئ، لأن كل شيء مثبت وموجود في الأوراق. يعني لا تتساهل في الموضوع، والله العظيم كثير من الناس تورطوا وهم صاحبين الجميل، هم صاحبين الفضل، مع ذلك وقعوا في ناس حرامية. هذه خططهم. فيه شخص في تويتر شو المنشن حقي بتلقونه مطلوب 16,000 يسددهم، موقف خدماته بسبة هذه الحركة. يقول أنا ما لي ذنب، أصبحت الدوريات والعالم تدورني أنت هارب وعليك حادث، وجيت إلا مطالبيني بتعويض 16,000. أنا مجبور أدفع، ما حد مصدقني، وهو فعلا لأن ما في شيء يثبت حقك. فسجل الحادث مع نجم، وبعد إذا تسمح له بيض الله وجهك وجزاك الله خير، بس أهم شيء إنك توثق الحادث.